بإذن الله هنتكلم دلوقتي على تكملة البروجكت. علشان نعمل البروجكت لازم نضغط على علامة الزائد اللي موجودة تحت دي. وانس ان الدنيا عندك فتحت بالشكل ده هيبقى عندك حاجات كتير جدا. الحاجة الأولانية وهي الشيب، هنا بيبقى عندك أشكال بتبقى محفوظة بريسيت كده، تمام. الاشكال دي زي ما حضرتك شايف بتبقى دايره، تمام، والحاجات دي هنستخدمها ولكن قدام. يعني انا بس عايز اوريهم لك بشكل سريع، تمام، علشان بعض من الادوات دي هنبدا ان شاء الله نستخدمها، وهوريك هنستخدمها ازاي، تمام، وكيفيه استخدامها للدينتال موشن جرافيك. لاحظ بس كويس كده سريعا الادوات دي. طيب، بعد كده عندنا هنا الميديا اللي هي الحاجات اللي احنا هنستخدمها علشان نبدأ ان احنا ان شاء الله نحطها، تمام. اللي هي زي صور الكيس مثلا، او الادوات اللي احنا هنبدأ ان احنا نستخدمها. وعلشان نعمل حاجة زي كده لازم الاحسن ان احنا نبقى عاملين فايل، تمام، حافظين عليه كل الحاجات بتاعتنا. يعني مثلا دلوقتي كده الصور والساوند افكت، تمام، وكمان حاجات تانية كتير جدا، ولكن بالايه آه ولكن قدام ان شاء الله هنبدا نتكلم على بقيه الحاجات دي اللي هي الساوند افكت والحاجات دي. يعني من الاخر كل الحاجات اللي حضرتك هتستخدمها تكون معموله في فايل، زي ما انا عامل كده كورس موشن جرافيك، ده بيبقى معمول على الموبايل ذات نفسه من جوه، تمام. بنبدا ان احنا نحط الصور بتاعتنا وكل الاليمنتس اللي احنا هنستخدمها علشان الموشن جرافيك، بنبدا ان احنا نحطها، تمام، في فولدر موجود على الموبايل. وبعد كده بنتك على الميديا بندخل هنا ونختار الفايل اللي هي متسجله عليه. وبعد كده بنختار، انا هنا مسجله على كورس الموشن جرافيك، ضغطت عليه ابتدى ان هو يجيب لي كل الاليمنتس اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنستخدم منها الحاجات دي في الكورس بتاعه. بعد كده عندنا هنا الاوديو ده اللي هو الصوت. يعني مثلا دلوقتي كده عايز تبدا انك تحط مثلا صوت او حاجه، بتبدا انك تحطها من هنا بس لما تيجي تضغط على علامه الزائد، تمام. كل الكلام ده هنقوله ولكن قدام، انا بس بشرح لك البرنامج بشكل مبسط. بعد كده عندنا والتمبلت دي هنستخدمها في بعض الاجزاء، تمام، اذا انت مش هتعرف تستخدم الايفكتس، وانا هقول لك ازاي تستخدمها ولكن برضو في فيديوهات قدام، تمام. طيب، هنا اللي انا ضغطت عليها دي وهي عباره عن دروينج، ولكن دروينج بالايد بالشكل ده كده. بص، وانس ان انت بترسم وحاجه زي كده هنقدر ان احنا نستخدمها. هنستخدمها مثلا في افكتات معينه احنا عايزين نعملها، عايزين نعمل مثلا سيجنتشر لينا صغيره كده، تمام، نحطها مثلا في اخر الفيديو او حاجه. كل الحاجات دي بنقدر ان احنا نستخدمها. وطبعا دي الادوات بتاعتها ان انت بتغير اللون مثلا من هنا فترسم اهو، تمام، وهكذا. وعندك دي بتبدا ان من خلالها لو ضغطت مثلا كده عليها بتبدا ان هي تجيب لك اللون، درجه اللون. يعني بص كده، انا دلوقتي كده لو احنا جينا بصينا في المكان ده هتلاقي اللون هنا اللون هنا اسود. لكن لو احنا ابتدينا نحرك ده هنا مثلا اخضر، ده معناه ان انت وانس ان انت وقفت بالاداه دي على اي لون يبدا ياخد نفس اللون، تمام. ودي مثلا هتستخدمها في حاله ان انت عايز تعمل مثلا حاله، تمام، ويكون الكلام بتاعها قريب من نفس اللون بتاع الحاله بتاعتك، تمام. بس بعد كده هنبدا ان احنا نكمل بقيه الادوات. عندنا حاجه اسمها الفيكتور دروينج ده اللي احنا من خلاله بنقدر ان احنا نرسم الشيبس بتاعتنا، زي مثلا خط مستقيم، زي مثلا كيرف، زي مثلا نرسم حوالين الاسنان علشان نقدر ان احنا نعمل الاشكال اللي هي بتحصل زي توهج مثلا او حاجه زي كده. فتقدر من خلال الاداه دي تقدر انك ترسم، وطبعا هيبقى ليها فيديو لوحده. بعد كده عندنا التكست، وهنا انت بتقدر انك تكتب التكست بتاعك، تمام. وعندك هنا، تمام، تقدر من خلاله انك تختار كل الفونتس اللي عندك. هنا بتعمل فيو للفونتس، تمام، وتقدر انك تشوف كل الفونتس اللي انت محتاج انك تستخدمها، تمام. وتبدا انك تختار الفونت بالشكل ده، بيلود معاك ويبدا ان هو يكتب، تمام. وانس انك كتبت بيبدا ان هو يظهر، تمام، وتغير من هنا. ولكن انا برجح انك لما تيجي تغير السايز، تمام، بتاع التكست ما يكونش من هنا، هقول لك منين بعدين، تمام. وهنا طبعا تغيير اللون بتاع التكست، اخضر مثلا اهو، او اللون اللي هو اللبني، تمام كده.